فخامة الاسم، فخامة اسم المدينة، فخامة عمر المهرجان يكفي لحمل المشعل وحفظ الأمانة ومواصلة المسيرة والاستمرارية والعرفان والوفاء للمهرجان. إذا على هامش المهرجان الذي جاء برعاية كريمة لمعالي وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي وإشراف كريم للسيد ولي ولاية مستغانم السيد عيسى بولحية، كانت عدة محاضرات بالإضافة إلى عدة عروض هنا بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي، وأيضا بالإضافة إلى الورشات 260 متربص اللي رحب بهم مرة أخرى واللي شاركونا في عمر المهرجان، وهذه أول مرة يوصل عدد المتربصين إلى هذا العدد. إذا حبيت نحيي كل مؤثرين المهرجان، أذكر أسمائهم: السيد تونسي ياسين والسيد ربيع قشي في مسرح الشارع. متربصي ورشة الكوريغرافيا. المكلفة بتحكيم المجموعة والمتكونة من السادة البروفيسور الأستاذ إبراهيم إسماعيل عضوا، الكاتب عابد بوخبز عضوا. وبعد التوجيهات المسدية للجميع والتركيز على التنبيه في كل مجالات الفن المسرحي، وللتنبيه هناك غياب فرقتين، الأولى من ولاية عين صالح والثانية من ولاية ستار. وبعد تشاور ومناقشات تفصيلية ومداولات بين الأعضاء اتفق الجميع على ما يلي: دعوة الفرق المشاركة في المجموعة ب للعمل أكثر والبحث في المجال المسرحي، وعدم الارتجال في المسرحيات المقترحة على المهرجان، التعرف أكثر بالمدارس المسرحية الهامة وتجنب الخلط بداعي التجريب. ثالثا، الاهتمام أكثر بالتكوين ومتابعة الورشات التي تنظم طيلة السنة بمعية محافظة المهرجان. رابعا، اختيار مواضيع جادة. خامسا، الاحتكاك بالفرق الهاوية على مدار السنة. وأخيرا، توصي اللجنة محافظة المهرجان بالاستمرار في عملية التكوين وتعميمها على باقي ولايات الوطن قصد تحسين مستوى هذه الفرق، وخاصة منها التي دخلت معترك الميدان المسرحي التنافسي. اللجنة وبالإجماع على عدم الموافقة على الارتقاء للمجموعة ألف لجميع الفرق المشاركة في المجموعة. والسلام عليكم. إذن هو التقرير النهائي للجنة التحكيم. الحب والمسرح
السيدة فوزية الحاج مخرجة مسرحية رئيسا. السيد عزلي الغوثي مخرج مسرحي عضوا. السيد جمال درمي ممثل ومخرج مسرحي عضوا. المتحدث بغالية أحمد كاتب وممثل مسرحي وأستاذ جامعي مقررا. السيدة فاتحة وراد ممثلة ومخرجة مسرحية عضوا. السيدة أمال منغاد ممثلة ومخرجة مسرحية عضوا. وبعد متابعة اللجنة بعناية كبيرة وباهتمام شديد كل العروض المسرحية المندرجة ضمن المهرجان الوطني لمسرح الهواة الطبعة 54 من 13 إلى 18 ديسمبر 23 و2000 بداية. وفي هذا المقام الجلل الذي نظم تكريما لروح الفقيد الكاتب المسرحي ولد عبد الرحمن كاتب، لا يسعفنا إلا أن نحيي عاليا كل المشاركات والمشاركين، وعلى رأسهم السيدة وزيرة الثقافة والفنون وكذا ولي ولاية مستغانم الذين لم يتأخروا في إنفاق كل جهد للنهوض بالحركة الثقافية عامة والمسرحية خاصة بتراب الولاية. اعتمدت أحكام اللجنة على مقاييس ومعايير أكاديمية وعلمية حتى تكون منصفة، ووفقا للنظام الداخلي للتظاهر عقدت اللجنة اجتماعات دورية بغية الوصول إلى تقييم موضوعي مؤسس على المعاينة الدقيقة لكل العروض. أثناء جلسات التقييم الأولية مباشرة بعد كل عرض كانت اللجنة تنوه ولم تتوانى في التنويه إلى العناصر الآتية: أن هناك محاولات عبر رسائل العروض المقدمة واجتهاد في البحث، أن العروض كشفت عن قدرات فنية عالية يتحلى بها الممثلون وتحتاج إلى التقويم والتوجيه والصقل، وأخيرا وليس آخرا أن هناك إرادة واعدة يتحلى بها المشاركون في المهرجان تنبع من حبهم ووعيهم برسالة المسرح ويغنيها إيمانهم بالربح كقناة للتواصل في صياغة الوعي. هذا ما دفع في الأخير من لجنة التحكيم إلى ضبط مجموعة من التوصيات التي تراها ضرورية لتطوير المهرجان الثقافي للمسرح الهواة. والآن مع السيد جمال درمي يتلو هذه التوصيات.